السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مربى المشمش، وهنعمل كمان قمر الدين عشان نخزن بقى لرمضان ان شاء الله. اللهم بلغنا رمضان. طبعا احنا عايزين نستفيد بموسم المشمش، فنعمل منه بقى ايه قمر الدين زي ما انتم شايفين كده بلونه التحفه ده. كل حاجه ان شاء الله معانا سهله وبسيطه. يلا بينا. معايا هنا 6 كيلو من المشمش. طبعا انا غسلته وفصصته زي ما انتم شايفين كده لنصين، وفتحته وشلت البذره. وطبعا البذره دي احنا مش هنرميها، احنا هنعمل بيها احلى دقه في الدنيا. فاكرين الدقه اللي كنا بناكل بيها السميد؟ هنعمل ان شاء الله دقه بس في فيديو تاني. المهم لازم ننضف المشمش كويس جدا ونبص فيه قوي قوي قوي، لان المشمش ده من الحاجات اللي احنا ما ينفعش كده ايه نفصص وناكل على طول، بيبقى فيه حاجات كده مش ولا بد يعني. المهم لازم تبصي فيه وتدققي فيه قوي يعني، حتى لو المشمشية ماسكه نفسها فده مش معنى كده ان هو مفهوش حاجه، لا، لازم تبصي فيه. المستويه تبصي فيها والماسكه نفسها برضو تبصي فيها. تمام. بصوا بقى، انا قسمت الكميه اللي معايا لطبقين زي ما انتم شايفين، يعني يعتبر كل طبق حوالي 3 كيلو. حطيت على كل طبق من اللي انتم شايفينه دول نص كيلو من السكر. تمام. انا هعمل كده وهبيته في التلاجة لتاني يوم، عشان يعني المشمش ده يبك ميه يستوي فيها. مش حابه ان انا احط ميه، عايزاه يبقى مشمش خام، عايزه احس بطعم المشمش وريحه المشمش، مش حابه ان انا احط كميه ميه حتى لو صغيره. تمام. هنا نص كيلو وهنا نص كيلو. طبعا احنا لسه هنزود سكر، بس ده عشان بس المشمش ينزل الميه بتاعته. طب تمام. بصوا بقى، هنا كان تاني يوم. بصوا بقى الميه اللي نازله منه قد ايه، ده كان تاني يوم في التلاجة. بصوا المشمش شكله بقى عامل ازاي، بقى دبلان، وتحسوا كده ان هو غلي غلوة على النار، وهو كان في التلاجة يعني ما كانش بره التلاجة كمان. بصوا بقى استوى واتهرى كده. تمام كده. هنا بقى انا هعمل ايه، دول 3 كيلو هحط عليهم 250 جرام من العسل الجلوكوز، وهنحط نص ربع معلقة من ملح الليمون، ربع معلقة بس مش اكتر زي ما انتم شايفين كده. تمام. بس المعلقة عشان قريبة من الكاميرا فباينة انها كبيرة. دي بالنسبه يعني ايه الحله اللي فاتت دي اللي حطينا عليها العسل الجلوكوز وربع معلقه من ملح الليمون، دي هتبقى حله قمر الدين. تمام. هنا بقى الحله اللي نعمل ايه منها المربى. هنحط بقى ايه كيلو ونص من السكر، طبعا غير النص كيلو اللي احنا حاطينه. تمام. اللي احنا ناقعين فيه المشمش، حطيت عليهم كيلو ونص، ده كيلو وحطيت نص تاني، طبعا ده ما تصورش النص ده. تمام. هحط كمان ربع برضو معلقه ملح ليمون، برضو ما تصورتش، معلش يا جماعه الكاميرا كانت بتقطع مني وانا ما باخدش بالي. تمام. يبقى الفرق بين قمر الدين والمربى هو 250 جرام من عسل الجلوكوز، بس مش اكتر من كده. تمام. طبعا بعد ما يغلي كده زي ما انتم شايفين ويعمل رغاوي كده على الوش، هنشيل الرغاوي دي خالص على نار هاديه. احنا مش عايزين نعلي النار عشان لونه ما يغيرش ويغمق. هنا بعد ما شلت كل الرغاوي اللي على الوش طبعا على الحلتين، رحت ضربتهم بالهاند بلندر، وبعدين رجعتهم تاني على النار زي ما انتوا شايفين. سبتهم برضو على نار هادية يغلوا لمدة 10 دقايق، عشان ربما لو في سوائل تتبخر. تمام. دي برضو الحالة التانية اهو، عملت نفس النظام. طبعا يا جماعة انا بضرب المربى او القمر الدين بالهاند بلندر امتى؟ لما بحس كده ان المشمش استوى واتهرى. تمام. بروح بقى ايه على الهاند بلندر كده بضربه. طبعا لو انت هتعمليه في الخلاط استني لما يبرد واضربيه في الخلاط، عشان يعني ما يفرقعش كده في الخلاط، يعني انتوا عارفين الخلاط ما بتحطش فيه حاجه سخنه. وبعد كده بعد ما تضربيه كويس تروحي بقى ايه مرجعه على النار تاني. تمام. لكن انا عملت بالهاند بلندر فكله سخن، يعني ما اضطريتش ان انا استنى لما يبرد. هنا بقى كنت سبت قوام قمر الدين يتقل شويه على النار بعد ما ضربته بالهاند بلندر. طبعا برضو هنا يا جماعه انا كنت حاطه بعد ما ضربته بالهاند بلندر حطيت عصير ليمونه وسبته بقى ال10 دقايق الاخرانيين دول لما ايه يتبخر على النار. بعد ما ضربته بالهاند بلندر حطيت عصير ليمونه. تمام. عشان دي برضو ما تصورتش.
طبعا الفيديو ده يا جماعه فيه حاجات كتير انا ما اخدتش بالي منها، ان الكاميرا ما كانتش شغاله، بس انا بقول لكم يعني التفاصيل. هنا بقى هبتدي ان انا اغلف كده السيجان اللي انا هحط فيها اول صواني بكيس بلاستيك من بتاع التلاجة، او تدهني صاج زيت اول صواني زيت، او تعملي زي ما انا عملت كده بورق سلوفان. ده بقى الصاج ده من غير ورق سلوفان، قلت اجربه دهنة زيت، قلت اجربه بقى ايه زي ما بشوف في فيديوهات تانية مدهون زيت بس من غير ورق ولا اكياس. تمام، افرد بقى كده قمر الدين. انا هنا عامله طبقه عريضه، عايزاها تقيله زي لفه قمر الدين بتاعت زمان كده، اللفه كانت بتبقى محمله كده. تمام، هنا بقى كنت خلصت كمان المربى، شايفين بقى لونها هتفرق عن قمر الدين. قمر الدين غامق شويه لكن المربى فاتحه. ليه الفرق؟ مع ان الاتنين واخدين نفس التسويه. تمام، بس المربى واخده سكر زياده. خليكم فاكرين ان انا ما حطيتش لقمر الدين سكر تاني، هو بس النص كيلو اللي احنا كنا ناقعين فيه قمر الدين او المشمش، لكن المربى بس اللي زودت لها كيلو ونص. انا عامله 3 كيلو من المشمش، المفروض ان كل كيلو عليه نص كيلو، لكن انا حبيت ان انا احط نص كيلو زياده لان المشمش بيبقى مزز شويه، فحطيت النص كيلو زياده لل3 كيلو. تمام، هنا بقى كنت خلصت الكميه، وكنت كمان عملت لكم سندوتش. وهنا كنت سايبه البطرمانات تبرد لان انا كنت معبيه المربى، يعني كانت بردت بس كانت لسه فيها يعني دافيه شويه او زياده عن الدفيان شويه، فكنت سايبه البطرمانات تبرد. وده قوام المربى زي ما انتم شايفين كده، ولونها التحفه قوي. بالمناسبه يا جماعه محدش يعني لو احنا عاملين مربى وعبيناها في البطرمانات سخنه، فما ينفعش نقفل البطرمانات خالص خالص غير لما البطرمانات تبرد تماما، تبرد يعني تبقى خلاص بارده، ما فيش حتى ولا دافيه. تمام، ليه؟ عشان ما بتنزلش زي يعني البطرمانات لو قفلتيها وهي دافيه هتعرق وتنزل ميه جوه المربى فتفسد منك. تمام، فاحنا مش بنتعب ونكلف عشان الحاجه تبوظ. طبعا دي كانت الكميه بتاعتي، 3 كيلو من المربى عملوا لي 4 بطرمانات كبار زي ما انتم شايفين كده، بس كان في بطرمان ناقص طبعا يعني. بالهنا والشفا. وقمر الدين برضو عامل لي 3 سجان كبار ما شاء الله. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، ويا رب يكون الفيديو افادكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.